ليه حب الطفولة هو افضل حب في حياتك؟ وليه انت كشخص مستحيل تنساه؟ النهارده هتسمعوا قصتي مع اول حب في حياتي، واللي من خلالها هتعرفوا اجابه سؤالنا النهارده. لو انت اول مره تشوفني اشترك في القناه عشان نوصل 10000 مشترك، وعايز الكل دلوقتي يحط لايك على الفيديو قبل ما نبدا. وفلننطلق. احتراما لبطله قصتنا النهارده، انا مش هقول اسمها الحقيقي، وخلينا مثلا نسميها سمية. سمية اللي مش سمية كانت معايا من اولى حضانه اللي هي كي جي 1، وبدات بجد ان احس اني معجب بيها على اول اولى ابتدائي. كعاده اي طفل في الفصل كل حد بيختار واحده بيحبها، وكمان كلنا كنا بنعرف بعض مين يخص مين. يعني كريم بيحب سلوى، محمود بيحب سحر، بس ده كان بيكون بينا احنا كاولاد كشله، البنات ما كانوش بيكونوا عارفين. انا كانت عيني زايغه بصراحه، بس سمية اللي ما اسمهاش سمية كانت عندي حاجة تانية، اللي هو دي بجد اللي كنت بستناها تدخل الفصل عشان افضل ابص لها، وبحس من ناحيتها كده ان انا هي دي اللي انا منجذب ليها، وخلاص راسم في دماغي ان هي دي البنت اللي هتجوزها. انا كنت من العيال الفيموس في المدرسة، بما اني كنت ابن مستر كامل وكيل مدرستنا، فكانت كل المدرسة عارفاني، وكنت اكتر طالب بتعامل معاملة خاصة من الطلاب والمدرسين، والفضل يرجع للحاج طبعا. ما كانش في غيري تقريبا اللي هو ابن رتبة في المدرسة، ما كانش فيه ابن مدير ولا ابن ناظر مثلا، فكانت حاجه سبيشيال كده. وبابا في المدرسه كان شخصيه شامخه، اللي هو حاجه بسم الله ما شاء الله كانت ليه هيبه. حرفيا لو 3 4 طلاب بيضحكوا وهو عدى من جنبهم كانوا ممكن يقوموا يقفوا انتباه. فكان محمد ابن المستر كامل محبوب من الطلبه والعمال والمدرسين، وده بقى اللي كان بيخليني عندي غرور شويه. ما كنتش بتعامل نهائي مع سميه غير لما هي اللي تتعامل معايا، بتكون واقفه على جنب في الفسحه والدنيا زحمه وبتبص لي، واكون عارف انها عايزاني اشتري لها، ومرضاش اعمل كده غير لما تيجي هي اللي تطلب مني. وفي نفس الوقت لما كانت بتطلب من حد تاني، انا شخصيا كده من جوه كنت بتعصب، اللي هو انت تجيب لها ليه؟ يلا انت مال اصلا، وانت تقولي له هو ما تقوليش انا ليه. كان في الاغلب بتديني 2 جنيه اجيب لها كيس شيبسي وعلبه عصير، وكانت بتحب طعم ونكهه واحده في عمرها ما غيرته. وفي كل مره كنت زي الحمار اسالها انت عايزاهم بطعم ايه. مفيش في مره استغل النقطه دي وابين لها ان انا مهتم، لا ابدا. يخرب بيت غبائي بجد. سميه كانت اشطر بنت في الفصل، وعلى مدار ال4 سنين ابتدائي اللي انا قضيتهم معاها كانت كل سنه بتطلع الاولى. عارفين انتوا البنت الحلوه اللي نص الفصل معجب بيها؟ سميه كانت البنت دي. فاللي هو كنت واخدها جوايا كده حاجه انتصار من نفسي، ان انا بحب البنت اللي هي كراش نص الفصل. في سنه 3 او 4 تقريبا حصل موقف بيني وبين سميه انا لا يمكن انساه. في السنه دي كان في مسابقه حفظ قران، وعشان سميه اشطر بنت في الفصل فطبيعي ميس عفاف تختارها هي اللي تروح المسابقه، وتكون هي البنت اللي تمثل سنه 3 مدرسه اللغات قدام باقي المدارس. وقبل المسابقه بيوم اتضح ان المفروض اللي هيروحوا المسابقه 2 ولد وبنت. ففي اليوم ده لقيت سميه جايه تقول لي محمد في مسابقه قران بكره وميس عفاف عايزاك تحفظ وتيجي معانا. انا في اللحظه دي كطفل ما ركزتش اصلا في كلمه ميس عفاف، واخدتها ان سميه هي اللي اختارتني من دون العيال دي كلها، وطبعا وافقت بدون تردد. وفضلت طول اليوم بعد ما روحت افكر في الموقف ومبسوط جدا، اللي هو بجد سميه اختارتني انا اللي اروح معاها، على الرغم ان اصلا ممكن تكون ميس عفاف قالت لها روحي قولي لمحمد انه يجي معانا كمجامله لابويا يعني وكده. بس انا اخدتها بقى انه هي اللي بنفسها جت تختارني، اللي هو حاجه كده. فضلت طول اليوم سرحان ورسمت حياتي معاها خلاص، وتخيلت اننا على كشت الفرح، لدرجة اني نمت ونسيت احفظ الجزء اللي المفروض هنسمعه الصبح، اللي هو انا صحيت لقيت نفسي في ورطة، وطول ما انا في الطريق بفكر هقول لهم ايه. وقفنا الطابور والطابور خلص وطلعنا على الفصل، ورحت قعدت في الدرج بتاعي وقعدت افكر انا هقول لسميه وميس عفاف ايه، هجيبها لهم ازاي طيب. ورحت لقيت سميه بتقرب عليا، ولسه هقول لها انا ما حفظتش، وهخترع لها مبرر. لحسن حظي لقيتها بتقول لي ان المسابقه اتلغت اصلا. فساعتها رديت عليها قلت لها ايه ده بجد، ده انا كنت حافظ كويس جدا، واللي هو انا عايز اسمع دلوقتي. طبعا انا بحور، وده تأليفة موقف مني، انا مش فاكر اصلا ساعتها رديت قلت لها ايه، من 3 ابتدائي. المهم فضلت طول السنين دي من اول اولى لحد 4 ابتدائي وانا بموت في حاجه اسمها سميه، واللي هو الحب البريء ده وانت لسه قطه مغمضه. ومع ذلك احتفظت بكبريائي وغروري وما روحتش قلت لها، ولا حاولت في اي مره ان انا لمح لها بحاجه زي كده. هو بمعنى صح انا معرفتش اعمل كده، وده اكتر عيب مطاردني لحد اللحظه دي. انا ما بعرفش اخد الفيرست ستيب في اي حاجه عامه. وما اكدبش عليكم اكيد طبعا كان بيراودني تفكير اللي هو مثلا تروح تقول للمس، تقول لي بابا، اتجرس. فما جاتنيش الجراءه ابدا نهائيا. وخلصت سنه 4 ودي كانت اخر سنه ليا في المدرسه دي، لان بابا في نفس السنه طلع معاش، وخوفا عليا نقلني في مدرسه حكومي قريبه من البيت، لان المدرسه اللي انا كنت فيها كانت في صحراء تقريبا، فاللي هو بابا مش هيكون موجود علشان اروح واجي معاه. وانتهت علاقتي بسميه
وتقريبا كده ما شفتهاش تاني نهائي غير مرة واحدة بس. كانت في تالتة ثانوي، ركبت معايا العربية انا رايح درس تقريبا، ولما شفتها طبعا قعدت اضحك وافتكرت حاجات كتير، وده كان حب طفولي وانتهى. وانا دلوقتي ما اعتقدش اني لسه بحبها زي الاول. ومن خلال القصه دي هتفهم ليه حب الطفوله افضل واحسن حب في حياتك. ومش من القصه دي بس، من اي قصه حب ابتدائي عامه، لان دي اول مره جربت فيها طعم الحب. لان في الوقت ده انت طفل بريء بتحب البنت وانت مش في نيتك اي حاجه وحشه، بيكون لسه مخك نظيف وما توسخش. لا مؤاخذه في الكلمه، انت في العمر ده مستحيل هتفكر فيها تفكير وحش، وانتوا اكيد فاهمين انا اقصد ايه، الا لو انت كنت طفل استغفر الله العظيم بقى. باختصار شديد، كنا في حياه بجد هنفضل طول عمرنا نتمنى اننا نرجع لها تاني. وبكده نكون عرفنا مع بعض ليه حب الطفولة هو أفضل حب في حياتك. لو انت وصلت لحد اللحظة دي من الفيديو وما اشتركتش في القناة، انت مستني ايه؟ لازم تنزل تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل الفيديوهات. ولو لسه ما حطيتش لايك، ده بجد ازاي؟ لازم تنزل دلوقتي تحط لايك موت الموت، وتكتب كومنت كده طرش رايك في الفيديو عشان انا بشوف كل الكومنتات اللي بتتكتب. والى لقاء اخر في حلقة جديدة من ليه ايه المبرر.